في عالم اسمه إدوين هابل، وهو قاعد بيدرس المجرات والنجوم اكتشف إن المجرات عمالة تبعد عن بعضها، واستنتج من ده إن طالما بيبعدوا عن بعض يبقى الكون ده كله بيتوسع وبيتمدد. جه عالم تاني اسمه جورج لوميتير، وبرضه اتفق مع إدوين هابل إن الكون اللي حوالينا ده كله بيتمدد وبيتوسع. لوميتير لما فكر في الموضوع راح قال طب ما طالما إن الكون ده بيتمدد وبيتوسع يبقى أكيد زمان كان أصغر وأضيق، تفكير منطقي يعني. ولو فضلنا نتخيله وهو عمال يصغر يبقى أكيد بدايته كانت من نقطة صغيرة جدا. النقطة دي ممكن نشبهها بكرة صغيرة جدا. طب وإيه بقى اللي جوه الكرة دي؟ قالك اللي جوه الكرة دي حاجة اسمها الكوارك، ودي أصغر حاجة في المادة. لوميتير اعتبر النقطة دي أو الكرة دي هي الذرة البدائية، ومنها بدأت كل حاجة.